السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طاجن جمبري حلو قوي. هنجهز نص كيلو جمبري، هنغسله كويس كذا غسلة كده، وبعد كده هنروح فاتحين ظهره كده بحرف سكينة كده، ونشيل الكيس الرملي اللي في الظهر ورا كده. وبعد كده هتروحي جايبة مية فيها كمون تنقعيه شوية بعد ما تشيل الكيس الرملي. طبعا احنا غسلناه كذا غسلة يعني وصفيناه في مصفى. وبعد كده بقى انت نقعتيه في شوية مية وكمون. هنجيب بقى معلقة توم وتوم بودرة وبصل بودرة وكمون وكركم وكزبرة، رشة كمون، رشة كده حاجة بسيطة، وملح وفلفل وشمر، وليمونة واحدة بس. عايزة نص ليمونة كمان عشان ما يقلبش حمص الشام زي ما انا ما بقول، نقلل اللي انا بقول عليه، ما نكتروش عشان طعم الجمبري يبان. ودولت حوالي 3 معالق زيت. يبقى معلقة توم مفروم، معلقة هريسة اللي احنا عاملينها على القناة، رشة كمون، رشة كزبرة، رشة فلفل اسود، رشة شمر، رشة ملح، توم بودرة وبصل بودرة وكمون وكزبرة. طبعا ده بصل متقطع شرايح وفلفل رومي وطماطم بس. وتروحي مقلبة كويس زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا كنا غسلنا الجمبري تاني وحطيناه في مصفى بعد المية والكمون اللي نقعناه فيها شوية. قلبت بقى التتبيلة كلها مع البصل والطماطم والفلفل. هنزل بقى بالجمبري. هتفضلي بقى تقلبي كويس. يبقى التتبيلة اللي هنحطها تاني معلش ملح وفلفل وشمر ورشة كمون ورشة كزبرة ورشة بصل بودرة وتوم بودرة و3 معالق زيت ومعلقة توم مفروم ومعلقة هريسة. انا باكد تاني عشان اذا كنت نسيت حاجة. وقلبنا اهو كله مع بعضه. هنضيف بقى كوباية مية سخنة. مش عايزة تضيفي براحتك. احنا بنحب يبقى فيه مية كده، بيبقى طعم المية اصلا بيبقى جميل جدا. شريحة ليمون واحدة بس، مش عايزة مفيش مشكلة. هو انتي لما تقللي الليمون طعم الجمبري بيبان اكتر يعني بصراحة. هي اللي عاملاه ففرحانة بعمال ايديها بصراحة. بعد كده بقى انا حطيته على النار لمدة 10 دقايق من فوق على البوتاجاز، وبعد كده حطيته في الفرن مفيش 20 دقيقة في الرف اللي في النص عادي على فوق على درجة حرارة 180. وما كملش، احنا عارفين الجمبري يعني هو يدوبك الخضار هو اللي استوى يعني. وكان طعمه حلو قوي. وده شكله طبعا هي بتفصصه، وده شكله بعد ما خلص. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.